يبقى كسلانة ومالكيش نِفْس خالص للطبيخ، يالّا هنعمل طريقة في حلة واحدة بس وهتخلص معاكِ في ثواني، يالّا بينا نسمّي بالله ونصلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة معايا أنا جِبت صدر فرخة وقطّعته مكعبات كده زي ما أنتم شايفينه، وهاجيب معايا الحلة بتاعتي وأحط قطعة كبيرة من الزبدة وعليها حبّة من الزيت وأسيبهم لحد ما تغلي تمامًا أو تسخن جدًا، وبعد كده أحط معايا بقى مكعبات الفراخ ما أقلّبهاش خالص وما أجيش جنبها خالص، لحد ما تاخد صدمة معايا وتاخد اللون اللي أنتم شايفينه دوّة الدهبي، بعد كده أقلّبها وأحط معايا كمان بصلاية كده مقطّعاها وسط صغير وآخدها برضُك معايا تشويحة لحد ما البصلة تدبل معايا شوية، أنزل بقى بأي خضار أنتِ بتفضّليه عندِك، أنا استعملت البسلة بتاعتي كنت مفرّزاها معايا في الفريزر، واستعملت كمان فلفل أخضر وفلفل أحمر وخدتهم كده تشويحة حلوة، ومعاهم حبّة ملح وفلفل أسمر وعليهم كمان بهارات الفراخ، واخدهم كده تقليبة حلوة أوي لحد ما تدبل معايا شوية كده وتتشوّح معايا شوية، أنزل بقى معايا بأي رُز موجود عندِك، واخده كمان تشويحة كده لحد ما الروايح الحلوة كده كلّها تطلع معاكِ، أحط بقى معايا المَيّة بتاعتي لكل كوباية رُز كوباية مَيّة، واسيبها لحد ما تخلص معايا خالص المَيّة تتشرب منها، أهدّي عليها النار واسيبها تستوي تمامًا، ريحتها رهيبة يا جماعة رهيبة ما خدتش معايا ثواني، آخدها بقى أقدّمها في الطبق بتاعي وبألف هنا وشفا، خطيرة وجميلة جدًا جرّبوها وادعوا لي، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد، وربنا يحسن ما بين إيديكم.